مخطط كبير بادئ من الثمانينات من ايام الحرب العراقيه الايرانيه، عايزين يدمروا كل التروس الكبيره في الوطن العربي. بداوا بالعراق، دمروه مع ايران، ملوش فيه فايده، دخلوه الكويت دمروه، فكفكوه، دخلوا على سوريا فكفكوها، دخلوا على اليمن فكفكوها، دخلوا على ليبيا فكفكوها، مفيش غير مصر. مصر رئيس هي اللي واقفه لهم بالزور يا ريس. يعملوا ايه بقى في مصر يا ريس؟ سخر الشعب كله على بعضه، شخنوا الشعب على الرئيس سنه 2011، شالوه، جابوا ابو دقن سلم لهم البلد، قالوا بس خلاص اللي عايزينه خدناه. الشعب صحي وفاق، مشى ابو دقن، جاب الراجل المحترم، ليه الراجل شغال حلو، عمل قناه السويس اتجننوا، حبوا يضربوا السياحه يا ريس، لموا الدولار. موضوع الطياره ده على فكره يا ريس ده من 6 شهور بيتخطط له، لموا الدولار كله في السوق، كله في السوق يا ريس وعلوه. واخد بالك انت، ما انت عامل قناه السويس هتاخد دولارات، طب ورينا هتجيب دولارات منين؟ ضربوا لهم السياحه، طياره عليها روس، بيرقصوا ودن بوتين يا ريس عشان دخل الوطن العربي، الوطن العربي ده بتاعنا مالكش دعوه بيه يا بوتين، اللي دخلك فيه فيرقصوه. دمروا بوتين يا ريس، وده عايزين يدمروا العلاقه المصريه الروسيه. ليه يا ريس؟ عشان احنا بلدنا بتفكر صح، بتعمل توازن. ما طول عمرنا احنا في الملكيه الامريكيه، ايه اللي خدناه؟ ايه اللي خدناه يا ريس؟ تعالى اقول لك حاجه تاني. الاعلام بتاعنا بيساعدهم بطريقه غير مباشره، انا زعلان من الاعلام بطريقه غير مباشره، احنا لنا 6 شهور بنتكلم في قضايا فارغه، بنعري نفسنا للغرب، ريحناهم من 50% من المخطط بتاعهم. ايه هو؟ اولا بدات بصفر التعليم، قعدت تلف في البيت على الفضائيات كلها وما جبتليش خبير محترم تعليمي يحل لي مشكله التعليم في مصر، ناقشت لي موضوع الصفر، ليه البت نجحت؟ ليه البت سقطت؟ طب هات لي خبير يعلم الناس، يصلح منظومه التعليم، واخد بالك؟ سيبك من التعليم، مباراه كره قدم بين الاهلي والزمالك نقعد نتكلم فيها شهر، واحد وقف على الكوره نقعد نتكلم فيها شهرين، محامي مشهور شتم فلان نقعد نتكلم فيها شهر، مذيعه جابت واحده تحرشت بيها، عرينا نفسنا قدام الغرب يا ريس، بينا قدام العالم كلنا مفكفكين، فده 50% من المخطط بتاعهم. تمام يا اخي؟ ده مفيش غير في الاعلام يقول لك بص، لو وقفت جنب الجيش يقول لك انت ده عسكري عبيد البياده، ولو شتمت في الجيش انت ارهابي، وانت طابور خامس، وانت سلفي، وانت ليبرالي، وانت علماني، وانت طابور جمعيه. في ايه؟ ايه التفرقه دي؟ ما هم ده اللي عايزينه، لازم يفرقوك بعديهم يا ريس. تعالى قول لي، لما اتضرب البرجين بتوع امريكا، حد من الدول العالم دي كلها منع رعاياها ولا منع السياحه لامريكا؟ لما اتضربت الطياره في تونس، حد منع في العالم كله طيران لتونس؟ اشمعنى مصر يا ريس؟ اشمعنى؟ ما هم بص بقى دلوقتي هم اكتشفوا حاجه واحده بس، قال لك الشعب، الراجل اللي جه ماسكهم دلوقتي راجل محترم شغال حلو تمام التمام. مشكله الكهرباء كانت من 10 شهور بتقطع 12 ساعه في اليوم، دلوقتي بسم الله ما شاء الله حد من الاعلاميين المحترمين يا ريس القى الضوء وقال دي مميزه عملناها. لا ما ينفعش، ما ينفعش، لازم يا ريس نركز، لازم يا اخوانا ابوس ايديكم، ابوس ايديكم، الدنيا مولعه حوالينا، والمصحف الغرب عايز يدمر الكيان اللي عايشين فيه، عايز يدمر الارض والتراب، الارض اللي عايشين عليها والتراب اللي هنندفن تحتيه، مش هنلقى حاجه تلمنا، ده انت على ايدك اليمين بحر وفي ايدك بحر وايدك الشمال دوره متدمره اسمها ليبيا، وتحت السودان بتكمل عشاها نوم، هتروح فين؟ لا معانا لغه ولا في دوله هتستقبلنا ولا نعرف نعوم ولا هنتنايل على عيننا، هنروح فين؟ هنروح فين يا ريس؟ نص البلاد اللي جنبينا نص سكانها هاجروا، احنا هنروح فين؟ محدش هيستحملنا، احنا طول عمرنا بنستضيف الناس، على اخر الزمن هنبقى ضيوف على الناس، حرام عليكم، حبوا البلد حبوها.